تونس والأول مرة تتنظم فعاليات مهرجان الربيع اللي تنظمه مؤسسة المورد الثقافي بمشاركة 18 دولة من كامل أنحاء العالم. المهرجان كان يتنظم بالتوازي بين مصر ولبنان وسنة يحط الرحال في تونس ويقدم برمجة خاصة لعرض نماذج من الفن والإبداع المعاصر في كل مجالات الفنون، ويهدف المهرجان لعرض فن متميز باعتباره أحد البرامج الإقليمية اللي تركز على أهمية حوار الثقافات في العالم. أهمية هذا المهرجان كمان أنه بيفتح مناطق مختلفة بالعالم، يعني في عروض من الصين، في عروض من الهند، فكتير محمس نشوف عرض من الصين. مهرجان مفتوح لإبداعات عالمية وعربية، ونشوفوا حضور عدة فرق عالمية والأول مرة في تونس منهم الباليه الصيني، وهي أعلى إنها مجموعة رقص مستقلة ومحترفة. فما موسيقى رائعة وإحساس يوصل، معناها تحسوا سيناريو أما بالجسد. شفنا تصور جديد للرقص المعاصر كنمط متعدد الأوجه مع تأكيد على الطابع الفردي المعاصر لكل فنان. الدورة الحالية المهرجان الربيع تكرم الراحل عز الدين قنون اعترافا لمجهوداته في تأسيسها الجمعية، كيف ما تكرم الدورة هذه السينما العراقية بعرض 3 أشرطة هي رسالة الملك لهشام زمان، وتحت رمال بابل لمحمد الدراجي، وفيلم العراق سنة الصفر لعباس فاضل. مهرجان الربيع هو فسحة للفنانين المعاصرين الدوليين، وهو فرصة للجمهور والمغرومين والمتابعين باش يتعرفوا على عروض من مختلف الدول، ونذكروا السادة المتفرجين إنه المهرجان مازال متواصل لغاية 21 مايو الجاري.